ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا الف خير وبأتم صحة كده واحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده جيت لكم فيديو جديد وروتين يومي كده في رمضان، ان شاء الله هيعجبكم. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين. انا عارفه ان بقالي فتره كبيره مش بنزل فيديوهات، بس والله انتوا عارفين بقى رمضان الوقت فيه بيبقى ضيق جدا. فحبيت النهارده اصور لكم كده روتين سريع. طبعا اوريكم الاوضه كده قبل ما اعمل فيها اي حاجه. كانت مكركبه شويه، الشقه كلها عندي كانت نضيفه ما فيهاش حاجه، لان انتوا عارفين انا لسه فرشه. ده تقريبا كان تاني يوم رمضان تقريبا، يعني مش فاكره قوي بصراحه، او اول يوم رمضان مش فاكره بصراحه. ف قلت روق بقى كده الاوضه واظبطها. إيه عشان ايه؟ اشوف بقى احضر فطار. بقيه الشقه كانت نضيفه ما فيهاش اي حاجه، كان عندي بس شويه غسيل عايزه انشرهم، وهنشرهم معاكم دلوقتي. و وهنحضر بقى مع بعض الفطار. وهعمل معاكم السوبيا الخطيره بتاعتي. لازم تجربوا الطريقه بتاعتي في السوبيا، بجد هتعجبكم قوي. اهم حاجه كملي الفيديو معايا للاخر. لو انت اصلا مش مشتركه في القناه، وقفي الفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. والامانه اللي ما بيني وما بينكم، واحنا صايمين بقى وكده، حطوا لي لايك كتير للفيديو، ماشي؟ دي الامانه اللي ما بيني وما بينكم، تحطوا لي لايك للفيديو واكتبوا لي كومنت لو قدرتوا، يعني مش مشكله. بس كده خلصت بقى كده الاوضه، وقلت اوريكم كده جوله كده سريعه فيها. بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن. انا كنت خلاص بقى خلصت الاوضه، وبوريكم بقى الريسبشن برضو نضيف ما فيهوش اي حاجه اهو. هدخل بقى كده على البلكونه، انضفها كده. طبعا انا منضفاها كل حاجه، بس هكنسها كده قبل ما اغسل قبل ما انشر. اهو دخلت بقى كده البلكونه، هجيب المكنسه بقى واكنس الارض كده، كان فيها شويه تراب. وبعد كده بقى ايه، هقف انشر الغسيل. كان عندي غسيل ياما قوي اليومين دول، انتوا عارفين بقى لما بتنفضي الشقه ولا بتفرشي وكده، تحس ان بيكون عندك بقى فرش وغسيل وكده. فكان عندي غسيل كتير قوي، فقلت بقى اخلص منه كده وانشره. كان العيال هنا نايمين. قلت اخلصه كده قبل ما هم يصحوا. صحيت بدري قبلهم بشويه، يعني قلت اخلص كل الحاجات اللي ورايا قبل هم يصحوا بيشغلوني كده. ف بدأت كده اول حاجه بقى ان انا انشر الغسيل. انا كنت جايبه الكاميرا على المكان اللي انا مش بنشر فيه، فاستحملوني بقى، الصيام كان مؤثر عليا. بدأت بقى كده انشر الغسيل كده بتاع العيال الاول. انا بنشر اول حاجه هدوم العيال كلها مع بعضها، وبعد كده بحط هدومي انا والفرش وكده. فهنا بقى كنت خلاص. انا هوريكم بقى بعد ما اخلص، يعني عشان كان غسيل ياما، مش هقعدكم معايا كل ده يعني. هنشر بقى كده الغسيل كله وهوريهولكم، هوريكم شكل المنشر يعني بعد ما خلصت. اهو بصوا هنا كنت خلصت بقى كده، مليت المنشرين غسيل. وخلاص بقى هقفل بقى البلكونه وهدخل على المطبخ بقى اشوف ايه اللي ورايا. كنت مطلعه كده حوالي ربع لحمه مفرومه، عشان اعمل كنت هعمل فطار. طبعا في رمضان بالذات، يعني غير الايام العاديه، حاولي على قد ما تقدري تعملي اكل قليل، لان هو اصلا الصيام مش بياكل. يعني انت بتبقي صايمه طول اليوم، بتشربي ميه وعصير بس، فمش بتاكلي، والاكل هيفيد هيترمى حرام، فاعملي على قدكم. نعم ماشي نعم. فانا كنت طبعا انا وعيالي بس الاتنين، وعيالي صغيرين طبعا. فكنا بنفطر لوحدنا، فطلعت ربع لحمه مفرومه، مع ان انا كنت شايفه اصلا ربع كتير، لان فاض منه برضو والله ما كلناهم كلهم. طلعت كده ربع كيلو لحمه مفرومه. قلت ايه، هعمل كفته وهعمل مكرونه وبطاطس وخلاص كده. جبت بقى بصلايه كده وجبت المبشره، هبدا ابشرها كده ناعم خالص اهو زي ما انتم شايفين كده. دي بصلايه صغيره، دي مش كبيره على فكره، ها، عشان ربع لحمه مفرومه. بصلايه كده حلوه صغيره، تبقى حلوه قوي على الكميه يعني. هبشرها بقى كده ناعم. بعد ما بشرتها كويس هجيب طبق تاني، وهبدا ان انا اصفي ميتها. اهم حاجه عشان الكفته تطلع معاكي متماسكه وحلوه، تصفي ميه البصل. احنا مش عايزين الميه خالص، احنا عايزين التفل بتاع البصل بس. تمام كده. هجيب بقى كده البصل كله اللي انا بشرته، واحطه في المصفى كده، وابدا انا اصفيه. مش عايزه يبقى فيه ميه خالص، هصفي كل ميته كلها في طبق كده. وبعدين هقول لكم بقى هنعمل الكفته ازاي. بصراحه طريقه الكفته دي حلوه جدا، جربوها تبقى احسن من الكفته الجاهزه كمان. طبعا على قد كميه اللحمه اللي هتعمليها تزودي بصل زي ما انت حابه. صفيتها كده بقى بالمعلقه، نزلت كل الميه بتاعتها، وهرجع بقى ارجعها في الطبق الاحمر ده تاني.
وهوريكم هعمل ايه. بصوا دي الميه ما ترميهاش، خليها هنحتاجها دلوقتي بس سيبيها على جنب. حطيت بقى البصل كده بعد ما صفيته كويس قوي، هبدا انزل بقى عليه بكميه اللحمه. انا عامله حوالي ربع كيلو لحمه زي ما قلت لكم، على قد انا والعيال يعني. هيعمل كميه حلوه جدا، هوريها لكم برده في الاخر. تابعي الفيديو الاخر عشان تعرفي وتشوفي الكفته بعد ما خلصت. هجيب بقى احط عليها كده بهارات الكفته. دي خلطه كفته الحاتي بتاعت ماجي جاهزه. لو مش عندك ممكن تحطي بهارات بقى عاديه من عندك. هفتحها كده بالمقص وهبدا انا مش هحطها كلها لان الكيس ده بيتحط على كيلو لحمه مفرومه. فانا حطيت بقى بس شويه كده، مش الكيس كله يعني. وهبدا اقفل الكيس واشيله. هحط بقى شويه ملح وهحط فلفل اسمر وهحط بهارات لحمه. تمام. او فلفل اسمر وهحط ملح وهحط بهارات لحمه. لو انت بقى مش عندك البهارات دي ممكن بقى تحطي توم باودر، بصل باودر، بابريكا. لو عندك جوز الطيب هتحطي جنزبيل باودر، وملح وفلفل اسمر وبهارات لحمه. تمام. وده الملح. وبس كده هبدا بقى اعجنها بايدي كويس لحد ما اللحمه. طبعا ممكن في الخطوه دي تضربيها في الكبه، بس انا بصراحه قلت اعملها بايدي. لبست كده جلافز وقلت بقى ان انا ابدا افرمها كده بايدي كويس لحد ما اتاكد ان هي كلها بقى حته واحده، البصل بالبهارات بكله دخل جوه بعضه كويس قوي. وطبعا هسيبها بقى في التلاجة حوالي ساعة نص ساعة تتشمع كده، بس ايه قبل ما اصبعها. اهم حاجة تقعد فترة يعني ترتاح على الاقل نص ساعة. تمام كده. هنا بقى قلت بقى هقشر، كنت هعمل جنبها مكرونة وهقشر بقى، هحمر بطاطس. جبت بقى البطاطس كده هبدأ اقشرها. طبعا بقى احنا زهقنا من بصراحة في رمضان من الاكل. ان هنا بصور لكم بسجل لكم الفيديو ده وتقريبا النهارده 10 رمضان او 12 او 11 رمضان، مش متذكرة قوي. فندي بقى كده لبعض افكار. ان شاء الله على قد ما اقدر. انا كده عديت 10 ايام ما عملتش منه تقريبا غير فيديو واحد بس في رمضان اللي هو دوت. ان شاء الله اصور لكم الايام الجايه. انتوا عارفين بقى اول رمضان عزومات بقى وبتنزلي وبتطلعي، مبقاش فيه فاضي خالص اللي انت تصوري. بس ان شاء الله الايام الجايه هحاول اصور لكم روتينات واديكم افكار للفطار وكده. هعمل بقى معاكم دلوقتي زي الصوبيا. طريقتي في الصوبيا بقى تحفه، هتعجبكم جدا. كل اي حد شربها من ايدي بصراحه بيشكر فيها قوي يعني. مش بشكر في نفسي ولا حاجه، بس بجد هي حلوه جدا، بتطلع طعمها حلو احلى من الجاهزه بكتير. كملي الفيديو الاخر ان شاء الله تعرفي الطريقه بالظبط. هنا كنت خلاص بقى قطعت البطاطس. كان عندي شويه مواعين كده، قلت بقى ايه مطرح الكفته وكده، فقلت اغسلهم كده اول حاجه عشان ابدا اغسل بقى البطاطس. اهم حاجه يبقى الحوض عندك دايما فاضي. طول ما بتغسلي المواعين اول كده باول ورا بعض كده هتلاقي بقى الحوض دايما فاضي. يبقى ليكي نفس تعملي اي حاجه، تبقى نفسك مفتوحه ان انت تقفي تعملي حاجه. طول ما الحوض مليان مواعين الواحد بصراحه نفسه بتسد عن كل حاجه، واحنا بنبقى صايمين اصلا ومرهقين يعني. فغسلت بقى كده كام حاجه، كان حاجات بسيطه كده مش كتير. انا العلب بتاعت العلبه دي كان فيها لحمه مفرومه. انا بغسل العلب دي وبرجع استخدمها تاني لما بجيب بقى خزين البيت، حاجات الفريزر وكده بتنفعني في التقسيمات. تمام. خلاص بقى كده خلصت. هنضف بقى الحوض وهبدا بقى اجيب البطاطس كده، هبدا اصفيها كويس. اتاكد بس ان انا نزلت النشا بتاعتها كلها. هتاكد بس ان انا نزلت منها النشا كلها لحد ما ميتها كده تبقى بيضه كده وفاتحه، ما فيهاش اي بياض كده مطرح البطاطس. وطبعا عشان انا كنت هنا بعمل الحاجات دي كان لسه بدري على الفطار يعني، كان حوالي لسه ساعتين او 3 على الفطار. فهحطها كده بقى في ميه وخل وملح عشان ما تسودش. لو حسبتيها كده من غير ميه هتسود. بس وهركنها بقى على جنب. يبقى انا كده خلصت الكفته وخلصت البطاطس. وهطفي بقى النور كده وهبدا اروح اصلي كده اللي عليا. انا كنت طبعا كان عليا الظهر والعصر عشان انا كنت صاحيه بعد الظهر يعني، كان العصر لسه مأذنش. فعملت الحاجات دي وبعد كده قلت بقى اصلي الظهر والعصر. صليت بقى كده اللي ورايا وبدات اقرا في المصحف كده شويه والعين نايمين فرصه. وبعد كده دخلت بقى على المطبخ. بصي بقى الصوبيا. شوفي مثلا انت هتعملي قد ايه صوبيا. يعني انا هنا عملت 5. انا هقول لك الكميه اللي انا بعملها وانت زودي حسب ما انت عايزه. انا كنت عامله الازازه اللي انا عملتها دي، فالازازه دي كانت بتاخد 5 كوبايات، 5 كوبايات مليانين. تمام. فانا حطيت 4 كوبايات ميه وكوبايه لبن. تمام. 4 كوبايات ميه وكوبايه لبن. على كل كوبايه بحط عليها معلقه صوبيا كبيره ومعلقه حليب بودر. تمام. ممكن ما تستغني عن كوبايه اللبن انت حطيها وتحطي ال5 كوبايات كلهم ميه او ال4 كوبايات او ال6 كوبايات زي ما انت حابه. هتحطي مثلا 6 كوبايات ميه، هتحطي 6 معالق كبار صوبيا و6 معالق كبار لبن بودر. تمام. وهتحطي رشه فانيليا. بجد بصوا الصوبيا دي جربيها على ضمانتي. بصي هتدمني الطريقه بتاعتها بجد، كل اللي هيدوقها من ايدك بصي هيدعيلك. السكر طبعا حسب ما انت حابه. وفي ناس بتحب جوز الهند ممكن تحطي جوز هند، انما انا ما بحبوش. طبعا كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي في الخلاط. هبدا بقى اشغل الخلاط كده واضربهم كويس جدا. تمام. يعني على كل كوبايه ميه معلقه كبيره صوبيا معلقه كبيره لبن بودر.
تمام. على كل كوبايه معلقه كبيره صوبيا ومعلقه كبيره لبن بودر. لو عايزه تعملي زي 4 كوبايات ميه وكوبايه لبن بتزود طعمها وبتعززه طبعا. بصوا بقى عملت فوران كده وش بجد كانت تحفه. جبت بقى الازايز اللي انا هفضي فيها. هبدا بقى كده املى الازازه. انا كنت عامله ازازه برده زي ما قلت لكم على قد انا والولاد. عامله بقى الازازه كده وهحطها في التلاجة. طبعا كنت عاملاها قبل الفطار بفتره يعني. ممكن بقى تعملي كميه انت عايزاها. لو عايزه تعملي كميه وعندك عزومه اعملي بقى كميه كبيره في ازايز كده وحطيها في التلاجة. هتشرفك بصراحه في عزومه بجد حلوه جدا. جربيها بطريقتي وقولي في الكومنتات. هنا خلاص بقى كده خلصتها. عايزه بس فاض مني كده حبه بعد ما مليت الازازه. عايزه بصوا قوامها تقيله جدا. طعم الصوبيا باين فيها، طعم اللبن تحسها غنيه كده بجد طعمها حلو قوي. جربوها. فضيت بقى كده الباقي كده في كوبايه اهو زي ما انتم شايفين. قلت للولاد كده يشربوها. وهي كده خلصت الصوبيا. هنا كنت خلاص برضو بسلق المكرونه. طبعا الصلصه بتاعه المكرونه انا كنت مسبكه معاكم طماطم في فيديوهات قبل كده. ارجعي للفيديوهات اللي قبل كده هتعرفي الطريقه بالظبط. بصوا بقى المكرونه هتطلع لونها عامله ازاي. لونها وطعمها بجد تحفه وسهلت عليا. يعني انا في ثانيه عملت المكرونه. سلقت المكرونه والتسبيكه كانت جاهزه. حطيت بس في الحله كده شويه زيت يبدا يسخن كده. انا مش بعمل المكرونه ولا ببصل ولا بتوم. المكرونه زي ما انت حابه. عايزه تعمليها ببصل بتوم انت حره بس انا بحبها كده. بدات بقى انا نسيت اقول لكم ان انا هنا ما ما طلعتش كيس من اللي انا مسبكاه. لا انا طحنت طماطم في الخلاط. انا كل ده مفكره ان انا طلعت كيس من الطماطم اللي في الفريزر. انا طحنت طماطم ونزلت كده بمكعب مرقه وهنزل بشويه فلفل اسمر وهسيبها بقى تتسبك على مهلها. وبعد كده هحط الملح في الاخر. معلش على الدوشه اللي جنبي بس العيال. هسيبها بقى تتسبك والملح بحطه اخر حاجه خالص. انا خلاص بقى بس قلبتها كده تقليبه وهطفي عليها ايه هسيبها تتسبك. هسيبها بقى تتسبك. هنا كنت صبعت الكفته ودخلتها الفرن. كان خلاص يعني المغرب قرب. والبطاطس بقى برضو حطيتها على النار. وخلاص بقى انا برضو كنت قلبت المكرونه. كانت التسبيكه خلاص اتعملت وقلبت فيها المكرونه. وبدات بقى كده ان انا احضر العصير. جبت كده كوبايه بتاعه العيال وكوبايه ليا. وهبدا كده افضي العصير. جربوا بقى الصوبيا بطريقتي دي وهستنى رايكم فيها. آه بس كده طبعا حطيت لهم على قدهم عشان هما مش بيقدروا يشربوا الكوبايه كلها. وهنا كنت خلاص حضرت الفطار. حمرت البطاطس. هحط عليها بقى بهارات البطاطس. بص البطاطس من غير بهارات دي ملهاش اي طعم بصراحه. احنا بنعشقها بالطريقه دي. وكمان حملت المكرونه وهطلع الكفته من الفرن برضه هوريها لكم. وحطيت شويه مخلل. وده كان الفطار بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم. هستناكم بقى فيديوهات جايه كتير وتونات جايه كتير. اهم حاجه تعملي لايك. الامان اللي ما بيني وما بينكم تعملوا لي لايك. بصوا الكفته شكلها حلو ازاي. تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناه. واشوفكم فيديو جاي على خير. مع السلامه.